عارفين ايه ده؟ ده بقى لو بايظ هيدفعك كتير قوي بنزين، غير انك هتروح على عبقرينو هيدفعك برضو كتير قوي عشان هيخليك تغير علبه البيئه بسببه. خليني اقول لك بس وظيفته ايه الاول. ده بيقيس نسبه الاكسجين اللي في غرفه الحرق وبيبعت اشارات للكنترول عشان الكنترول يحدد قد ايه وقود وقد ايه هواء هيخشوا الغرفه. ده فايدته ايه؟ بيقلل الانبعاثات الضاره اللي طالعه في العادم. تاني حاجه بيحدد نسبه الوقود اللي داخله مع الهواء داخل الغرفه. لو بايظ العربيه بتاكل بنزين بشكل كبير جدا عشان القرايات غلط، فبيبتدي يضخ بنزين بشكل كبير زياده عن الغرفه محتاجاه. تحافظ عليه ازاي؟ تنظف دوره الوقود بشكل دوري مع الصيانه. كل كيلو متر معين من 40 ل 60 الف كيلو المفروض تنظف دوره الوقود. تاني حاجه تثبت بنزينه تكون قريبه من بيتك او من شغلك، تتعود تفول فيها باستمرار، لان جوده الوقود هي اللي بتحافظ على حساس الشكمان وعلبه البيئه بشكل عام. ولما تحتاج حساس الشكمان انت عارف هتعمل ايه؟ هتسال محرم. سلام.